السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير على خير. نتوما تشوفوا هذا الفيديو، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله نشارك معكم النهار، نقول غنشارك معكم يومين باش مشيت شديت سلعه من البريد. للاسف البنات، الحمد لله على كل حال، شدوا لي السلعه. يعني خلصت 3500 درهم على 20 كيلو، بلا ثمن باش بصيفطها من تما. ايوا الحمد لله على كل حال. المهم هنا بديت معكم، شربت قهيوتي اول حاجه، وهنا البنات من بعد ما جبت جوج كوليات. ها نتوما كي تشوفوا راه دايرين داك الكاشي الاحمر ديال البريد. انا راه تشدات في الديوانه صافي. جيت من البريد. المهم داك النهار فاش مشيت، بعدا هذا راه راه الفيديو على 3 ايام. داك النهار كنت مشيت لقيتها باقا ما وصلاتش. صافي مشيت الخميس يقولوا الجمعه، هما يصيفطوا لي ميساج قالوا لي راه جات. صافي ما صورت لكم صراحه، صافي غير داني راجلي. مشيت تما عاوتاني لقيتها باقي ما وصلش، قال لي رجعي حتى 2:30. رجعت مع 2:30 عاد لقيت وصل وجبتها. المهم هانتوما كما تشوفوا هنايا راه جبت السلعه. صراحه السلعه غزاله، ولكن المشكله البنات هي ان الا تشدت لك السلعه في الديوانه، يعني داك الربح اللي كنتي تربحي اختي يمشي في الديوانه وكتر كاع، يعني ما تيبقاك لا ربح لا والو. هنا راه تنهضر مع واحد الكليانه طالعني هنا القضاء بيني وبينكم 10 ساقيتها شد في السلعه وتلوح فيها مفقوسه صراحه وحق الله. بياسات زوينين، اختاريت لكم لوينات فنين، ولكن للاسف كيف قلت لكم البنات ملي تشدت لي في الديوانه صافي وليت نفكر انني صافي السلعه ديال مصر غنوقفها الا ما لقيت شي حد يكون ثقه اللي يبقى يجيبها ليا. حيت جوج المرات الاخيره جابها لي واحد السيد، ولكن هذاك السيد ماشي ديما تيمشي لمصر، فهمتوا؟ يعني هو مقيم في المغرب، مصري مقيم في المغرب. حيت انا فاش بغيت نجيب السلعه اخر مره انا كنت نصيفط في البريد. اخر جوج المرات كنت لونسيتها في الفيسبوك، زعما اللي غيجي من مصر للمغرب يجيب لي السلعه معاه. كاين بزاف ديال الناس اللي تيديروا هاد اللعيبه ديال تجاره الشنط، تيقول لك تجار الشنط تيتفق معاه على شحال من كيلو غيجيب، بشحال الكيلو غيجيبوا لكم من مصر للمغرب. كاين اللي تيقول 50 درهم، كاين 60 درهم، كاين اللي 100 درهم، كاين اللي 130 درهم. ولكن المساله فاش كاينه هي البنات، واش هذاك السيد ولا داك السيده ثقه؟ يقدر كاع تعطيه السلعه كاع، ويقدر كاع يشفرها، يقدر كاع وصل للمغرب كاع ما بقاش يجاوبك. فهمتوا؟ يعني هذه هي المشكله ديال السلعه ديال مصر، فيها عراقيل بزاف. الا غادي تجي تصيفطها الا غادي تصيفطها مع البريد، يعني عندك احتماليه ديال 99.99% انها توصل، انها يشدوا الديوانه. يعني الا تشدات في الديوانه راه ما بقى عندك لا ربح لا راس المال. صيفتيها مع شي حد ولا شي وحده تيبقى ريسك، يعني ممكن انه واش يجيب لك ديك السلعه ولا ما يجيبهاش لك. وكاين اللي سمعت تيدير واحد القضيه، مثلا تتفقي معاه على واحد مثلا 60 ولا 70 درهم ولا 80 درهم، ملي تيوصلوا لك المغرب هما عارفين بانك دافع الزباله فلوس على السلعه. ملي توصلوا المغرب صافي بحال تيدير لك شونطاج، يعني يا تعطيني 100 درهم يا 130 درهم يا 150 درهم ولا ما عطيكش السلعه كاع. فهمتوا؟ يعني فيها عراقيل بزاف، ما عرفتش على سبحان الله. السلعه ديال مصر شويه صعيبه صراحه، صعيبه ماشي شويه بزاف صراحه. يعني اللي تيدير هاد السلعه راه خصو يكون عنده واحد النفس طويل، وخصو يكون عنده واحد الصبر كبير، يعني باش انك تصبر على داك تقدر توقع لك اي حاجه. فهمتوا؟ يعني ماشي 100% انها غادي توصلك مقاده، ماشي في المية انها غادي توصلك كيف بغيتيها. ايوا اش نقول لكم، لا اله الا الله وصافي. المهم البنات انا غادي نشوف عاوتاني كيف قلت لكم، لقيت شي حد ولا شي وحده يكون ثقه يبقى يجيب لي السلعه، هي هذيك ما قيس. سينون صافي غادي نوقف السلعه ديال مصر وهني راسي. يعني هادشي فيه ريسك بزاف وفيه اعصاب بزاف وفيه الفقصه بزاف، حق الله راه ماشي ساهله البنات باش انكم تدفعوا على 20 كيلو. ماشي الوزن ديالها هذا، غير قولوا بحال خطيه، بحال هذه الدوله غير تاخذ 70 ألف ريال، ماشي سهل حق الله. الا البنات الا شنو نقول لكم، لا اله الا الله وصافي. تفقست اليوم بزاف كاع. السيمانه الفايته راه كتخدي ديالي وديال لوستي. كنت نقول هذه اللي بسميت ايمان يقدر صاحبتي يقدروا ما يعطيوناش فيها الديفانه، نقدروا زعما ندوزو نفلتو خير كرتونه وحده. نتوما الكرتونه فيها شي 7 ولا 8 كيلو، والله 7 ولا 8 كيلو خالصين عليها
1100 درهم بزاف، 1095 نقولوا 1100 درهم، راه ماشي سهله. ايوا الحمد لله على كل حال. المهم البنات، هاد الفيديو راه كنت صورته بعدا قبل، وصراحه ملي تشدات لي السلعه في الديوانه، يعني هادو كانوا جوج كرتونات، واللي كانوا وحده بسميتي وحده بسميت لوسي، زعما باش ما يشدوش لي في الديوانه. وواحد الكرتونه درتها بسميت صديقتي ايمان توسمان. الساعه ملي وصلتني السلعه وصافي شتا بانها تشدات في الديوانه، درت المونتاج شويه لهاد الفيديو، درت المونتاج ديال ايمان، الكليه ديال ايمان. ساعه صدقت انا ضغط لحت لكم هذاك الاول اللي فيه غير كرتون وحده، وهذا هو الثاني، ولكن راه هو العكس، راه وصلني هاد جوج كرتونات هما الاولين، عاد وصلتنا الكرتونه ديال صاحبتي ايمان، وكنت مشيت لعندها للدار وصورت لكم فيديو، وصورت لكم فاش مشينا البوسطه وتمارين اللي ضربنا مع داك الشمس والبرد، عرفتوا. ملي تنجي تنشوف دابا التليفون معمر ليا، بقيت امسح حتى لقيت راسي مسحت هذاك، على بالي انا صافي راه ساليت المونتاج ولحتو. الساعه كان باقي ما كملش المونتاج ديال الفيديو، مشى ليا داك المقاطع. المهم على اي، الحمد لله على كل حال. ومن هذا الفيديو نقول لصاحبتي تسمح لي بزاف 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 صراحه، والله الا راه عذبتها مسكينه. تخيلوا من 11 الصباح اولا 10 حتى 3 العشيه وحنا واقفين، داك الشمس والبرد، وعرفت راه باش توقعي واقفه هذا الوقت كامل في البوسطه. عرفت راكم عارفين البوسطه راه المرض ديال المرض بصح، وحق الله يا خويا ولا اختي، راه ما كاين لا تنظيم لا والو. يعني الناس تيكونوا 5 ولا 6 في الداخل، والباقي تيكونوا برا هكاك في داك الشمس هكاك، ما كاين حتى فين يجلسوا، ما كاين لا تنظيم لا والو. المهم البنات، هذا الفيديو راه مخالطه في فيديوهات مع، المهم هاد اللي تنشد لكم دابا، هاد راه السلعه اللي وصلتني عاوتاني وحده اخرى. الحمد لله الحمد لله، اللهم لك الحمد، ربي يعوضني خير. ولقيت واحد السيد جاب لي 10 كيلو فيها 11 بياسه، منهم هذه تنصور لكم دابا. راه كنت جبت من هذيك المره وتبعت ليا فداك الكرتون اللي كنت تشدوا لي في الديوانه، راه كنت بعتها. وعاوتاني دابا هذه راه الكوموند جديده. هادو دابا البنات راه عندي في المحل. وراه صورت لينا ايمن الشوتينغ ديالهم ان شاء الله باقي ننزل لكم. غير سمحوا لي البنات، والله الا راه وليت نهمل القناه بزاف. مني فتحت المحل صراحه تدركت بزاف، ما بقيت نلقى وقت لا لولادي ولا لداري ولا القناه ولا الفيسبوك، وليت غير مع المحل يعني. تنهبط هذه جات تسولك على هذه جات تسول على هذه، وانا تنهبط 4:30 يعني، تنطلع مع 8:30 صافي، حتى 8:30 نبدا نجمع، يعني الوقت دغيا تيطير. نتوما البنات، هذه العبايه اللي كنحماقوا عليها البنات في الافتتاح ديال المحل ديالي، فاش لبستها كلشي حماق عليها. وحتى هذه دابا اللي تنوري لكم راه فنه، شوفها غير الحجر كيفاش دايره. المهم هنا راه تنوري لكم هاد 10 كيلو اللي وصلتني عاوتاني من داك السيد، الله يجازيه بالخير، الله يرحم ليه الوالدين. صراحه السيد مسكين الله يعمرها دار له هو ولا مراته، الله يجيب لهم التيسير. يعني السلعه كيف ما عطاه لهم السيد اللي تناخذ عنده كيف ما وصلتني، يعني محافظين عليها. يعني صراحه الله يكثر امثالهم، هادشي اللي غنقول لكم صح. هاي دابا تنفتح لكم هذيك العبايه اللي قلت لكم تحماقوا عليها البنات. عجبتهم صراحه، لا في الكاليتي ولا حتى في الثوب. عرفتوا الثوب راه شي حاجه ما نعاود لكم، شوف كي دايره تيحمق صراحه. المهم ان شاء الله كيف قلت لكم البنات، المهم البنات ان شاء الله راني غننظم لكم واحد المسابقه. باقي صراحه ما عرفتش الشروط ديالها وما عرفتش كيفاش يطراو المسابقات، حيت انا عمري ما درت صراحه شي مسابقه، ولكني بغيت ندير لكم بحال امتكادو لكلياناتي. ان شاء الله غندير لكم عبايه تكون واعره ان شاء الله. وغنشوف الشروط اللي غنقدم لكم ان شاء الله. ومهم من هنا هانتوما تابعوني الفيديوهات ان شاء الله الجايين، باش غنوري لكم العبايه اللي غندير لكم عليها المسابقه، وغنقول لكم شروط ديال المسابقه، وان شاء الله نشوف الطريقه ديال السحب كيفاش، حيت انا كيف قلت لكم ما عرفتش. واللي عندها خبره في هادشي ديال المسابقات وكان ديجا شاركات فيهم، تقول لي زعما شنو تيديروا، وانا ان شاء الله انا معكم. انا بغيت كيف قلت لكم ندير لكم ان شاء الله شي ابتكادو اللي تعرفوني فيه، وفي نفس الوقت ان القناه تزيد تطلع، وداك اسم روزانا شوب يزيد يطلع. وهذا ما كان البنات. المهم ان شاء الله تابعوني قريب. والحمد لله كيف قلت لكم ربي راه تيضيقها لك من جهه وتتعاود توسع لك من جهه. الحمد لله بعدا كاع ملي وصلت لي هاد 10 كيلو، اللهم لك الحمد.
ان شاء الله ربي غادي يسر عاوتاني. كما لقيت هذا السيد جاب لي 10 كيلو، ان شاء الله باقي نلقى اللي يجيب لي اكثر. والله الا لقينا ما احسن من هادشي اللي غنقول لكم البنات. الحمد لله انا نيتي مزيانه، وربي ان شاء الله ما لقينا غير اللي ما احسن من هادشي اللي غنقول. المهم نتمنى انكم كيف قلت لكم ديروا بارطاج وديروا لايك باش ان شاء الله نزيد انني نزعم ندير لكم فيديوهات اخرين، ونزيد انني ان شاء الله ندير لكم لي سولد. تابعوني وتابعوا داك الشوتينغ اللي درت ليا ايمان، راه شي حاجه واعره. البنات هذا الفيديو راه قديم كان عندي، راه اغلبيه هاد السلعه تباعت بحال هذه اللي دابا تنقص لكم بيدي، راه تباعت اللي حداها تباعت. المهم ان شاء الله باقي عندي لكم فيديو اخر عندي في المحل، ونوريكم العبايات اللي بقاو عندي. واللي بغات شي حاجه مرحبا والف مرحبا، راه تندير الارسال لجميع المدن والدفع عند الاستلام والتوصيل فابور البنات. يلا نشوفكم ان شاء الله فيديو قادم، مع السلامه.